طلع علينا النائب أحمد دياب، وقال إن إحنا الموسم القادم هنجرب نظام الدوري البلجيكي، وشرح نظام الدوري البلجيكي على أساس إن الموسم الجاي كله مشاكل وعقبات وارتباطات كتيرة. والحقيقة يعني إن العملية طالت وزاطت، وبعدين الحل مطلوب: بلجيكي، هندي، ساكسوني. المهم إن الدوري الموسم اللي جاي يكون موسم منتظم ومنضبط، ولا ترحل مشاكله وقضاياه وأزماته حتى لا يأتي وقت نطلع باقتراحات أخرى غير البلجيكي، ونفتح على نفسنا فتوحة، ويفضل الدوري المصري يا عيني يعني فطسان وغرقان ومش لاقي حد ينقذه. خلصونا. من كام يوم طلع علينا الكابتن كهربا بتويته، آه، يعني يعاقب عليها القانون. يقول لك 5 سنين من الشماتة والحرب والفساد. كلها اتهامات. التهامات رايحة لمين؟ واضح جدا ان هي رايحة يعني للي خدوا ضده القرارات، سواء كان اتحاد الكرة في مصر او المحكمة الدولية. وبعدين المسألة يعني دخلت في دور في نوع من العند شوية، او الخروج عن الاصول والتقاليد، رغم ان الكهرباء مخطئ او اخطأ. هو هنا بيتكلم عن امور بيحاول يزيح بيها مسألة ان هو كان غلطان. طب لو كهرباء ما انتش غلطان، ازاي الحكم الكبير ده يصدر 5 سنين في محاولات شد وجذب وانتهى بعقاب حضرتك؟ في ناس معاك وناس ضدك. اللي معاك معروف هم مين، واللي ضدك معروف هم مين. لكن اللي مع الحق لازم يكون مع الحكم. وبالتالي صفحة وانتهت، والعلم نور. الحاج عمل حسين كما لو كان بيحب دايما يحط نفسه في مواقف بايخة، على رأي عادل إمام. من كام يوم طلع علينا وبيقول إن الأهلي لعب 7 8 مباريات بس، لأنه النادي الأهلي بيتجامل، يعني كنوع من السخرية من الحاج عامر يعني. وبيقول إن أنا قلت قبل كده إن اللي عنده يعني خطة لجدول الدوري عشان يمشي من غير مؤجلات يقدمه لنا وهنشكره. انا مش فاهم يا حاج عامر، يعني ايه يعني ايه يعني؟ وانت اللي قلت قبل كده في نفس الموضوع: انا هسافر اسكندريه هقعد يومين 3 عشان اعمل الجدول. هو لازم تحط رجلك في ميه ساقعه على البحر عشان تعمل الجدول؟ واخرها انك لو جبنا الاجنده بتاعت الدوري ودخلناه الكمبيوتر هيضرب. هسألك تاني يا حاج عامر، يعني هو مين بالظبط اللي هيضرب؟ من كام يوم أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري حكم على رئيس نادي الوكرة بالإيقاف 6 أشهر وغرامة 100,000 ريال، لأنه يعني تعامل بشكل غير لائق. ونادي الوكرة من الأندية الكبيرة، والعقوبة عقوبة كبيرة بتبين قد إيه في انضباط وفي التزام، حتى لو كان مين هو رئيس النادي. عندنا رؤساء الأندية أو بعض رؤساء الأندية بيبقوا مدللين وبيجيبوا لهم أي مبررات. فكان حكم مهم. الحكم الثاني من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي ضد كريستيانو رونالدو، اللي تعاقب عقوبة لطيفة جدا، يعني إيقاف مباراة و30,000 ريال، لأنه يعني عمل حركة يعني مش ولا بد، بتشير إلى طبعا حاجات كتير. حضراتكم اللي ما شافهاش يكتب كده على الإنترنت أو على اليوتيوب عقوبة كريستيانو. العقوبة دي قال عنها كريستيانو إن دي عندنا في أوروبا دي بترمز إلى القوة وإلى الشجاعة. إذا كانت بترمز إلى القوة وإلى الشجاعة، على كده يعني
هتلاقي نص لعيبة الدوري المصري أقوياء وشجعان وما شاء الله. حاجة تانية مهمة جدا، وهي إنه الكابتن أحمد سليمان، الكابتن أحمد سليمان اتكلم عن الدوري وقال إنه إذا الأهلي ما لعبش في الإسماعيلية إحنا مش هنلعب، الزمالك مش هيلعب. والمسألة يبدو إن هي هتخش في بعض المشاكل، لأنه ما تزال هناك بعض الأمور المعلقة حوالين أين تقام المباريات. إذا كان الدوري المصري بيرجع خطوات كتيرة إلى الخلف، فحتى يعود لابد أن يعود دوري بالذهاب والإياب. يعود الأهلي ليلعب في الإسماعيلي، يعود الأهلي لتحل كل المشاكل مع النادي المصري. وأنا مش عارف المصري بقاله 10 12 سنة بيتعاقب على إيه. نادي يعني كما لو كان مهجر من بلده وبيلعب في اسكندرية، ومسألة انه يلعب حتى بالقرب من بورسعيد مش موجودة. صياغة الدوري محتاجة عودة من جديد إلى إنه يرجع دوري، وإنه يكون في نوع من العدالة، ويبقى في نوع من الضبط والربط والتعاون مع الأندية كلها سواسية. لكن مسألة إنه المسألة تمشي على يعني الهوى، أو إنه تظل عملية العقوبات تصدر على أندية دون أخرى، أعتقد إن أحمد سليمان فجر قضية مهمة. اللي يهمني منها الأندية الجماهيرية اللي ما بتلعبش على ملعبها، اللي يهمني منها إنه المصري تحديدا والإسماعيلي تحديدا والأندية معظمها تلعب على ملعبها كما تلعب خارج ملعبها. ما اعرفش اتحاد الكرة هيحل القصة دي ازاي، لكن يرجى انه يبقى فيه عدالة شوية، لانه الدوري ما يبقاش دوري الا اذا كان فيه تكافؤ فرص. شكرا لحضراتكم.